السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا على قناة مسكني للعقار، القناة اللي كتهتم بكل ما هو عقار. اليوم جبت لكم واحد الخبر اللي هو زوين بزاف، بغيت نبارطاجيه معكم، واللي باقي ما وصلاتوش هذه المعلومة بغيت كل شيء يبارطاجي هذا الفيديو، يبارطاجيه مع الخوت ديالو، مع العائلة، مع اللي باغي يقتني او يشري دار في المغرب. هذا الخبر هذا كيهم الناس اللي خارج المغرب وداخل المغرب، الجاليه المغربيه. مرحبا والف مرحبا بكم معنا. فبالنسبه لهذا الخبر هذا كما قلت لكم زوين بزاف وقليل في كتعطى هذه الفرصه هذه. الناس اللي ما استفدوش من السكن الاقتصادي والدعم ديال الدوله على السكن الاقتصادي، فاليوم صاحب الجلاله الله يحفظه لينا والله يطول لينا عمره والله يشافيه ويعافيه لينا، كيقدم واحد المساعده للمغاربه سواء اللي في الخارج او اللي في المغرب. واحد الدعم مباشره كتستافد منه، يعني مباشره منك من الدوله اللي يديكم 10 المليون للاستفاده. الناس اللي باغيين يشريو السكن الاقتصادي من 30 مليون فما يعني لتحت، 30 مليون 28 25 كتعطيكم الدوله 10 المليون، يعني دعم مباشره كتستافدوا منه مباشره، يعني ما كتعطيش المقاول، كيدوز عندكم مباشره. يعني اللي عنده 15 مليون تزيدوا الدوله 10 المليون، ها نتوما خديتوا سكن وتهنيتوا من ديور الكرا. واما اللي بغى ياخذ شقه يعني ما كبر من 30 مليون ل 70 مليون كيستافد من الدعم ديال 7 ديال المليون مباشره، يعني كتستافدوا منه مباشره. وهذا الشيء من طبيعه الحال بالنسبه للناس اللي ما عندهمش سكن في المغرب، يعني ما عندكش شي دار او شي ارض او شي حاجه اللي كتمتلكها في المغرب. هذا الشيء خصكم تعرفوا، يعني اللي عنده شي دار وما قالش وما صرحش بها راه الدوله راه كتعرف كل شيء. ينفو غتدفع على السكن، وواخا ما تقولش ليهم راه ما عنديش السكن في المغرب، راه هما كيجبدوا كل شيء من طبيعه الحال، وما غتستافدش من داك العشرة المليون اللي غيعطيوكم بطبيعه الحال. فهنا كما قلت لكم، يعني اللي عنده الفلوس غيسكن واللي ما عندوش فلوس غيسكن. الله يحفظ سيدنا والله يعطيه صحته. يعني هذا الشيء قليل فاش كيكون هاد المساعده، على ما اظن غتكون من 2024 الى 2028. فسارعوا الناس اللي ما عندهمش السكن في المغرب، هذه هي الفرصه، وهذه هي الفرصه كتجي مره في العمر، يسارعوا ويجيو ياخذوا السكن ديالهم، والله يكمل على كل واحد بالخير، والله ييسر لكل واحد باقي في ديور الكرا الله يسهل عليه ياخذ دويرته. فكما قلت لكم الدعم 10 المليون من 30 لتحت، و7 المليون من 30 حتى 70 مليون. هادشي اللي كاين، وبشرط ما يكونش عندكم، يعني ما يكونش عندكم شي سكن بسميتكم. هادشي اللي كاين. الله يسخر الجميع، وهذا خبر زوين بزاف. بغيتكم تبارطاجيو الفيديو باش كلشي يستافد. بارطاجيو مع احبابكم مع اصحابكم باش هكا كلشي يستافد من هاد المساعده. ورجعوا المعلومات ديال هاد الشقه هذه، فكما كتلاحظوا هاد الشقه هذه كتواجد في عماره مدينه سلا، وبالضبط في تابريكت في الطابق الثاني. العماره كتوفر على لاسانسور وعلى السوسول المرآب ديال السيارات. هاد الشقه هذه المتراج ديالها 64 متر كاري، فيها صالون وجوج غرف ديال النوم وحمام وطواليت اللي هما معزولين، ومطبخ فيه بالكون. دار زوينه بحال اللي خديتوها من الشركه، السيده ما ساكناش فيها، كتكون في الخارج، يعني دار باقا نقيه بحال جديده، بحال اللي خداتها هي من الشركه بطبيعه الحال، يعني من بروموتور، وسداتها ومشات للخارج وصافي. تلاقات مع كورونا، دابا عاد جات باش حلات لينا الدار. مش شحال من واحد كان كيسول عليها، هي الشقه جات السيده وعطاتنا مسكينه الساروت، وكلفتنا نصوروها، نعاودو نصوروها ونحطوها في القناه. اللي غتكون في المكتب ديالو دار زوينه كما قلت لكم، 64 متر كاري. فالثمن اللي كطلب في هذه الشقه هذه 62 مليون وقابله للنقاش. اللي عجباتو يتواصل معنا في هذا الرقم اللي كاين اسفل الفيديو ان شاء الله، وما يكون غير الخير. فمثلا هاد الشقه هذه نفرضوا مثلا كتسوى 60 مليون مثلا غير كنقول المثل، 60 مليون الدوله غتعطيكم 7 المليون، يعني بحال اللي غتقام عليكم هاد الشقه هذه ب 53 مليون اللي غتعطيو من جيبكم. هذا الشيء اللي كاين، يعني من 30 الفوق 7 المليون، من 30 لتحت 10 المليون. الله يسهل على الجميع. نتمنى نكون عطيتكم واحد الافاده، واحد الخبر اللي هو زوين. الله يحفظ مالكنا اللي عطانا هذه الفرصه هذه باش كل شيء يمتلك السكن ديالو، كل شيء تكون عنده دويرته، يعني المسكين يسكن، واللي عنده الفلوس واللي ما عندوش فلوس يسكن.
وكما كيقولوا الحاضر يعلم الغايب، هذا الخبر صار والله يسهل على كل واحد. ما تنساوناش باللايك الفيديو والاشتراك في القناه والبارطاج الفيديو مع الحباب والصحاب. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وخليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم بزاف والله يسهل على الجميع.